او الكلام ده كله في ظل الظروف اللي فيها الدوري دلوقتي من تدعيمات في كل الفرق. لازم انت الاول تبقى عامل يعني شكل فرقتك، لكن انت ما تجيبليش لعيبه عرض فتيجي بعد كده اللعيبه العرض دي تيجي بتبقى تحصل مشكله، تبقى قاعد كل واحد قاعد في بيته. تيجي بعد كده في كام لعيب مش موجود. تيجي حتى في يناير لما تبقى عايز تجيب لعيبه، اي فريق في يناير يا كابتن احمد لما بيجي يجيب لعيبه بيجيب لعيبه عشان يدعم بيها النواقص اللي عنده. النادي الاسماعيلي لما جه جاب في يناير جاب 3 لعيبه، جاب كريم بامبو راجع من اصابه لسه مش تحكم عليه دلوقتي خالص، جاب شريف عبد الفضيل لسه ما ملوش تواجد في النادي الاسماعيلي. بس هم دول اللي يعتبروا اللي دخلوا النادي الاسماعيلي. اسلام جمال جاب اسلام جمال مع الاعاره. دي اللعيبه اللي جبتها النادي الاسماعيلي. انت طول ما انت الفتره اللي فاتت دي كلها في النادي الاسماعيلي مش عارف ان انت محتاج فروت في النادي الاسماعيلي جنب مروان محسن. حتى احنا قلنا لو مروان محسن جاله نزله برد اللي يحصل بالظبط كده. يعني زي النهارده، انت النهارده عندك مروان وبناهيني حالتهم بعيده جدا، عايز تغير فيرود، عايز تنزل كينيس ده لسه راجع من اصابه. هتعمل ايه؟ طلعت زي ما قلنا قبل كده، طلعت ناشئين عندك في النهايه طلعتهم اعاره زي شكري نجيب. طيب اذا النهارده كابتن خالد القماش او هذه النتائج المترديه في الفتره الاخيره وهذه الاخفاقات للنادي الاسماعيلي في الفتره الاخيره لا يتحملها كابتن خالد القماش من وجهه نظرك؟ لا، يتحمل الكابتن خالد طبعا جزء فنيا مع الفرقه اللي موجوده دلوقتي، ويتحمل الاداره جزء فني، ويتحمل اللعيبه طبعا. يعني يتحملوا كل الناس في النادي الاسماعيلي، لكن انا بحمل الجزء الاكبر للاداره اللي كانت في الاول موجوده. كابتن خالد جه على فرقه موجوده، اشتغل بيهم كويس، اشتغل فتره من الفترات قدر يوصل. لكن انت اللعيبه اللي اتكونت او الفرقه اللي اتكونت في النادي الاسماعيلي الاول اتكونت ازاي؟ في لجنه تعاقدات بتجيب لعيبه، اللعيبه دي دخلت النادي ازاي؟ قبل كده اللعيبه اللي دخلت النادي الاسماعيلي ما استفادش منهم ال 17 لعيب وال 16 لعيب اللي قبل كده اشتغلوا في النادي الاسماعيلي. الناس دي جت على اساس ايه؟ الناس دي كلها لازم تتحاسب في النادي الاسماعيلي. نذهب مره اخرى كابتن ابو جريش